رمضان كريم وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هنكشف ليكم تفاصيل مهمة ظهرت معانا في تسريبات برنامج رامز جلال 2026 وحاجات كتير جدا مهمة بتخص مقلب رامز جلال الجديد. تعال اقولك على اسرار ممكن تكون ما سمعتهاش قبل كده، وكل اللي عليك انك تتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف كل جديد في فكرة برنامج رامز جلال 2026، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لغير. رمضان أهلا مرحبا رمضان. رامز جلال راجع في 2026 بمقلب جديد ومختلف واخطر من اي سنة فاتت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك السنة دي رامز بس مش بيعتمد على الصدمة، لكن رامز جلال عمره ما كان بيعتمد على الفكرة نفسها قد ما بيعتمد على طريقة التنفيذ واسلوب التصوير واللعبة النفسية مع الضيف. تعال اقول لك على سر تاني من الاسرار اللي هتكون موجودة في برنامج رامز جلال 2026، وهي ان البرنامج هيتعمل في استوديو، لكن مش اي استوديو. الضيف هيبدأ بتحدي في اول الحلقة، ومن التحدي ده هنوصل لمرحلة المقلب، وهيوصل الموضوع لمستوى رعب غريب. يعني كل ضيف مش بس هيتخض، لا ده هيكون مشارك في اللي بيحصل له من غير ما يحس، وده من اخطر انواع المقالب، لأن الضيف بيكون فاكر إن اللي جاي طبيعي. السؤال بقى، هل رامز راجع فعلا للخطورة؟ ولا ده أكبر مقلب هيتعمل في الجمهور نفسه؟ الحاجة الوحيدة المعروفة واللي ما نقدرش ننكرها إن رامز جلال لما ينزل البوستر بيكون موضح فكرة البرنامج نفسه بزيادة، ودي حاجة بتلعب دور نفسي قوي جدا عند المشاهد، وبسبب البوستر نفسه ممكن البرنامج أصلا يطلع ترند. الكل مستني بوستر رامز جلال 2026، واللي نعرفه ان رامز جلال دايما بينزل البوستر قريب من رمضان، لكن في توقعات بتقول انه ممكن ينزل بدري شوية السنة دي. وطبعا احنا بنتكلم عن البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2026، وطبعا البوستر الرسمي غير البوستر التشويقي، واحنا عارفين ان البوستر التشويقي نزل امبارح، ورامز جلال حابب يدينا لمحة عن البرنامج بتاعه. وطبعا انتوا عارفين اكيد، يعني اكيد الاكيد ان البوستر التشويقي هو اللي نزل امبارح، والبوستر ده خلق في ذهن الناس ايحاءات كتير عن البرنامج. زي مثلا في ناس كتير قالت ان رامز جلال هيكون مستعين بقرد في البرنامج بتاعه، وناس تانية بتقول ان القرد ده مش الحاجة الاساسية، وان في اداة تخويف تانية للضيف. وتعالى دلوقتي اقول لك على حاجة انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، وهي ان في الاغلب بوستر رامز جلال الرسمي فاضل على نزوله يوم واحد، وده معناه ان ايوه يوم واحد وينزل البوستر الرسمي. ولو اتاخر حبتين كمان رامز جلال بيحب ينزل كل حاجه قبل رمضان، وانت عارف ان برنامج رامز جلال قبل رمضان بيكون فيه سريه وكتمان رهيب حرفيا. عشان تعرف اي حاجه عن البرنامج في الاغلب هتلاقيها اشاعه. خليني اقول لك ان البوستر التشويقي اللي نزل امبارح ده مش عادي خالص، وخليك معايا ثانيتين بس نبص على الصوره دي كويس. رامز ظهره للكاميرا، واضح ان الشعر في البرنامج هيكون برتقاني مش بينك زي ما ناس كتيره قالت. لون كده تحسه مش جديد على رامز، بس واضح ان شكل الشعر وحركه الشعر دي حاجه مقصوده، واضح ان هي تلميح لحاجه معينه. نيجي بقى للتفصيله اللي في ناس هتعديها هزار. نيجي بقى للقرد اللي على كتف رامز، ده مش افيه، ده رمز للتهريج اللي بيتحول لكابوس. ضحك في الاول بس في الاخر اكيد هيكون في صدمه. وبصراحه انا ما ببحثش في موضوع القرد ده، بس زي ما انتم عارفين رامز في الشلال، اتوقع القرد هيكون اداه تخويف اساسيه للضيف زي رامز في الشلال كده لما رامز جلال استعان بغوريلا في المقلب بتاعه. تعال اقول لك ان البوستر التشويقي اللي نزل امبارح عن برنامج رامز جلال حس واضح بزياده، يعني ممكن يكون مش بيعبر عن فكره معينه وكل واحد هيفترض افتراض، بس بصراحه حاسس ان البوستر ده اوضح من اي بوستر شفته قبل كده في تعبيره عن الفكره. تعال كمان بص على كلمه في الصوره دي، كلمه تحميل. يعني ايه كده؟ يعني احنا لسه ما شفناش حاجه، اللي جاي لسه بيتحمل. بصراحه من الوهله الاولى كده ده تفسير لوجود الكلمه دي هنا. وممكن تقول لي اني واخد الموضوع بشكل حرفي، هقول لك ان هو واضح ان ده مقصود، واضح ان في تحميل تقيل قوي ومش هيستحملوه الضيوف. واضح ان كلمه تحميل دي معناها ان هيكون في تشويق للمقلب، يعني المقلب هيكون مختلف عن اي مقلب شفناه قبل كده. تعالى دلوقتي وركز معايا، عايزين نتكلم عن التكتم والفضول اللي بيحصل اليومين دول. رامز معروف عنه حاجه واحده بس قبل رمضان، الكتمان. كتمان كامل، ولا تسريب ولا تفاصيل ولا أي حاجة تطلع للعلن، وده اللي مخلي الفضول مولع، وده ممكن يكون سبب مصعب علينا حاليا الوصول لمعلومات أكتر حوالين البوستر الرسمي. أما الكواليس الرسمية بقى هنقولها في فيديو تاني، هنعرض لكم شوية تسريبات من كواليس برنامج رامز جلال. وتعالى أقول لك، طالما أنت عرفت فكرة البرنامج، فبرنامج رامز جلال 2026 ممكن يكون مختلف، ممكن يكون أقوى برامج رامز لو طريقة التنفيذ طلعت مختلفة فعلا. وخليني دلوقتي أوجه لك سؤال تقدر تجاوب في التعليقات. تتوقع الأداء والفكرة في برنامج رامز السنة دي هتكون فكرة مستهلكة
ولا واضح ان رامز هيفاجئنا بحاجة تانية خالص وحاجة مشوفناش قبل كده؟ واحب اقولك دلوقتي اعمل لايك الفيديو عشان الفيديو يوصل لغيرك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل وانضم لجمهور القناة. وما تنساش البروم الرسمي والإعلان الرسمي وكمان البوستر الرسمي وقت نزوله هنتكلم عليه، فخليك متابع عندنا في القناة. وسلام ونشوفكم على خير.